السلام عليكم شباب، وياكم فيصل العراقي من يوتيوب. اليوم الحلقة شوفكم هجمات 9 وهجمات حلوة من تاون 10. الله تكون حلوة وتعجبكم. طبعا شوف الهجمة الحروب السابقة خسائر 3، لأن صار يعني شلون تقول مثل عركة بالكلان، فما حد هجم، الأغلبية ما هجموا. هشوفكم الهجمات. طبعا هاي احنا ماسحين الجو من عندنا هما، واحنا مسحناهم تقريبا كلهم ما عدا تاون 10 ما حد مسح. وهذا هجمت عليه يعني هيجي ارشر ب4. شوفوا الهجمات. عندنا اول هجمة اللي هي مالتي على تاون 10 اللي هو تاون 9. شوفوا الهجمة. طبعا هذا اللي هجمت عليه تاون 10 ماكس فقط، عند الجدار ملوك مو ماكس. هجمت بطريقة 4 جولم و1 دعم، يعني صار 5 جولم. وعندي زلزال اللي هو ايرثكويك، طبيت له من جهتين اللي هنا اليمنى واليسرى القريبين على البيت، فبدون سحب دعم ولا اي شي. والفكرة من هاي الهجمة انه ما دام 5 جولم والانفيرنو المالتي تكظ فقط 5 جنود، فراح تكظ الجولمات. والجولم بما انه هو قوي ليفل 4، فيعني هي طقتها مو قوية، لذلك صعب يموت ويتأخر كلش. فراح يلتهون الملوك وباقي الجيش اللي هما بيكتين والوزارد يفلشون البيت وباقي المباني برا، يعني يحتل منطقة كبيرة من القرية مالته، بحيث يعني جيش فقط قليل من عندي يموت ومساحة كبيرة من عنده تنوخذ. شوفت عنكم هسه اخذت يعني اكثر مباني من عنده، هو تاون 10 وانا تاون 9. يعني هاي اكو بيهم نقول لك مثلا انا تاون 9 ما اقدر اجيب على نجمتين، او اقدر اجيب نجمة على تاون 10 ماكس. شوفوا عنده انفيرنو وعنده 3 اكسبو، دفاعاته قوية. هذا دفاعاته ماكس، وجبت من نجمتين ما بيها اشي، وهم جايب يعني قبل من تاونات 10. فيعني تأكيد انه اي واحد تاون 9 جيشه ماكس وملوكه شوي زينين زائد 15 يقدر يجيب نجمتين عفو، يعني أوصل 60%. أشوفكم هجمة الثانية من أوزون، جاب 84% على تاون 10. طبعا هذا هو تاون 10 تقريبا استوى مطور بالجديد. التاون 10 شو دفاعاته مو كلها ماكس، فقط المورترات عنده، وعنده انفيرنو واحدة ماكس، ومنزل 3 اكسبو ليفل 3 مسوي. فشوفوا الهجمة مالته، هجم 3 جولم 2 بيكا 18 ويزرد و10 مفجر 8 ارشرات، والملوك عنده 20 ب30، واثنين فريز سبيل، واحد جامب، واثنين تسريع. شوفوا طريقة الهجمة منين هجمنا. طبعا من الصفحة قريبة على انفيرنو ليفل 2، لأن يعني تأثير على الجيش مالته راح يكون بشي بسيط، والجهة هاي بيها الملكة، فراح يفتك الملكة بشكل سريع. ومن هسه حتى ما تجي مثلا عندك البيكات لازم يفلش الجدار يلا يعبر لها، او الملك فلش الجدار يلا يعبر لها، تاخذ راحت فيه وطق باقي الجيش. بنفس الوقت هم قتل الدعم مالت التنين بالون، وواحد جيش يعني جولمات يمنى ويسرى وياهم وزر بهذا الشكل. تقريبا يعني يقدر يمسح القرية بالكامل. لكن تدرون انتم لتاون 10 اهم شي بتاون 10 هو اذا ملوكك ماكس تمشي وانت مرتاح واثق الخطوة يمشي ملكا. هذا الملوكة ماكس بتاون 10. شوف هسه بما انه مو تاون 10 يعني الملوكة مو شي. شوفوا اخذ يعني نسبة كبيرة من القرية، واظن صعبة يعني هاي واحد ياخذها تاون 10. شوفوا ايش قد اخذ منها، نسبة 81%. هذا اخر وزر خطية ولا يطق بهذا السوالف. 83 طالكم عمره. كان عنده 5 ارشرات
هنا أنا توفن وخد بس وحدة، هاي صمتها الملك واخذ 84%. هاي بالنسبة لتاون 10. وعندنا بعد هجمة من جوكر عليه، أيضا تاون 10 هذا هجم عليه تقريبا بنفس الاستراتيجية، لكن جيشه مو كله ماكس، عنده البيكر في 4 والمفجر في 5، بس ملوكه هم زينين، الملك 17 والملك 14. أول ما سوى سحب الدعم حتى لا يأثر على جنوده، يترون التنين جوي وهو جيشه أكثر أرضي، فلذلك يعني اعتماد الكبير هو إنه الدعم يسحبه كله وينقتل كله، فمو ما متأكد إنه راح ينقتل بالوزارد اللي راح يذبه ويا الجولمات. فسحبه وذب الوزارد، راح يكون التنين خارج القرية، فالوزارد ياخذ راحته بكم طقة من عنده، هو ماكس طقته كلش قوية، فحمس خطية، طب للقرية، ذب للبيكر في 4. شوف شو حل مزنجر كابل سيفين مرتب. الملك شطح فوق، شوفوا خطية، وين رايح. هنا ما دام طبت الملكة معناته اخذ راحتك يا ولد، واكيد البيت ينوخذ بهاي الطريقة. يعني اكثر شي اذا تريد تضمن انت تاخذ البيت مال تاون 10 او تاون 9، بس طبوا الملكة جوا وقدامها مثلا جولم واحد كم بيك قدامها، شوي طاقتهم تحمل مال هيت بوينت كلش قليلة، العفو كلش كبيرة، فالملكة راح تاخذ راحتها، واذا عدها طاقة بعد تقدر تفلش البيت. امشيتكم هجمة لان ما بقى شي من هو تخلص. قبس البيكة برا، ذبلة تسريع هنا، ظل ياخذ مباني برا عاد ما يوصل اجله ويعطيكم عمره. توفي 67% من اللاعب جوكر. هسه اشوفكم مسح تاون 9. العفو اعتقد شكلت هاي اللعبة. اعتذر عن هذا الخطأ الصغير. طبعا انا متصدر تاون 9 عندنا، بس هجمت هجمتين، جيت على تاون 10 وحدة على رقم 4 جبت 48%، ما وافقني الحظ لأن زحفوا الملوك اثنيناتهم. وهجمة الثانية اللي هي على رقم 2 جبت نجمتين الحمد لله والشكر. أشوفكم هجمة مع السالم على أول واحد عندهم بتاون 9 اللي هو هذا. طبعا تاون 9 عندهم مو شي، اللي هو هذا القوي مالتهم على أساس استخدم هالهجمة 3 جولم من عنده. أول شي دائما يسحب الدعم هوك اللي هم 2 وبيكتين 17 وزر و6 أرشر، خاف يبقى مباني برا وما عنده وقت حتى ياخذهن، واثنين جنب سبيل، واحد ريج واحد دم. سحب الدعم مثل ما تشوفون. هسه اكيد نزل جولمات وياهم وزر حتى يفلش مباني برا ويقتل الدعم بنفس الوقت. هنا ما ادري ليش ذب جنب سبيل، اعتقد بالغلط هو شي. وبهاي الصفحة الثانية ذب 2 بيكات وذب الجولم. راح يقدر ياخذ المساحتين من اليمنى واليسرى، لان هو ما عنده شي جوا، فقط البيت وبيت الكلان وش كم تسلا عنده هنا موجودة، وما اظن يعني تأثر بشكل كبير على الجيش مالته هذا، خصوصا الجولم انه تأثير ضربات عليه يعني يطولون هواي على ما يقتلونه. وعنده بعد ريج سبيل وعنده دم. هنا الملك داس الطاقة مالته وقال انا اخو خيتي، وطبلهم جوا. هو والبيكا طبعا نزل من الحوك مال الجيش، اخذوا البيت حاصل فاصل وفلشوه. هنا ما دام اكو بيكا يعني تقريبا قوته نفس الجولم بالنسبة اذا اطق بها ارشر او مدفع واحد، فطول على ما تموت، وهي ليفل 3. ويزر هم يعني يفلشون المباني اليمه. وهنا بقت عند الملكة وكم عملاق. طبعا العمالقة يفيدون كلش، خصوصا اذا ماكس يفيدون. اذا يعني مثلا 6 عمالقة
تقريبا نقول يوصلون نص قوة الجولم. هم يروحون على الدفاعات وقوة تحملاتهم قوية، ويفيدون بالطقات مالتهم. طقتهم هم تفيد إذا كان جماعية. وكانت عند الملكة وصلت بطاقتها، وعنده كم عملاق والملك وبيكا. أكيد مسحها مسح. هاي الهجمة كانت من سالم، وعشتيد على الهجمة ومسحها مسح. أتمنى الهجمات هاي عجبتكم. إذا عجبتك الحلقة